وشكرا لكم جميعا، وبحبكم في الله، اللي من مصر واللي بره مصر واللي كل اللي بيخش ويقول لي كلمه طيبه جزاها الله كل خير. ويا رب كده تعملوا مشاهده طيبه وبشكركم جميعا وبحبكم، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبخير وبصحه وعافيه. واحلى شويه رز بلبن تاكليهم من ايد تيتا. وجربوا رز تيتا، احفظ الفيديو رمضان، واللي عامله مشروع تجاره تجرب الرز بلبن بتاع تيتا، هتكسب وتربح جدا. عاملين 10 اطباق دول كلهم بكيلو لبن، مفيش غيره. شوفوا لسه سخن، مش هقول لكم ان هو برد. شايفين المنظر؟ يا جمال النبي، يا جمالك يا حبيبي يا نبي، الله الله على المنظر، شايفين؟ تحفه. الله، والله حاجه حلوه، احلى من حاجات الحلويات التانية. ناخد الحله دي بقى واحنا اللي ناكل من اللي فايض منها دي واحنا عيال صغيرين، بس طعمه حلو قوي قوي قوي. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير باحسن صحه وحال. هنعمل بقى، لازم يبقى اول يوم باذن الله كده من غير مقاطعه، رز بلبن اول يوم رمضان. نفتحها اللي كانت دي اساس في الحلويات زمان. هنعمل ايه بقى؟ عندنا مج رز، كيلو لبن. انا هغسل الرز ده وهحط بنفس المج ده اهو 4 مجات ميه عليه، واحطه يستوي من غير ما اقلبه، من غير ما اروح ناحيته لحد ما يشرب ميته ويستوي خالص. وباللبن يعني كده بقى رز وسكر ولبن. ده اساس الرز بلبن بتاع زمان اللي طول عمري. غسلت الرز كويس ومنضفته، وادي ال4 مجات ميه حطهم عليه. وتعالي بعد كده لا تقلبي الرز ولا تروحي ناحيته، اول ما يغلي وطي النار عليه وسيبيه يستوي. الرز بتاعنا غلي وطيت عليه بالشكل ده، واسيبه بقى ولا اقلبه ولا اروح ناحيته لحد ما يستوي. معايا المعلقه دي هتنقل لك الطعم من حته لحته تانية خالص. معلقه ايه؟ جوز الهند، تحطها في قلب الرز عشان ما تبانش، لان في ناس كتير ما بتحبش جوز الهند على الوش. دي هتخلي الطعم حلو قوي. وانك انت توطي النار وما تقلبيش، دي تكايه جامده مش كل حد عارفها. ويا رب. تعالي نصلي على النبي ونقول الرز بتاعنا ما خدش 5 دقايق وايه وشرب الميه، وعلى نار شوفوا عامله ازاي، هاديه خالص. تعالوا بقى شوفوا قلب الرز، مفيش حبايه لازقه، ورزنا استوى سوا كامل. ليه؟ عشان ما قلبناش مره واتنين ما لزقش. ودي تكات من عندي تيتا بتحاول تعلمها لاولادها حبايبها البنات المبتدئات. انا عندي نص كوب سكر هحطه عليه. الرز بلبن كل ما يبقى دليح شويه، كل ما تحس بطعم القشطه فيه وتحس انه دسم وتقيل في الدسمه كده. ما تلاقيه السكر الكتير بيخلي لك اللبن ماهوش ما تحسيش بدسمته. عندنا معلقتين بالصلاه على النبي كده ايه كريم شانتيه، دول اختياري، ما تزنقيش نفسك عليهم لانهم ما لهمش لازمه، بس احنا بنحطهم بقى ايه كده للجمهور يعني. احنا بنجيب لكم اساس الرز بلبن بتاع زمان اللي امهاتنا كانوا بيعملوه. قلبنا الرز بلبن مع كريم شانتيه مع معلقه جوز الهند. الجوز الهند ده ممكن يبقى اساسي عن الكريم شانتيه. معايا حبيبي؟ انا لما بحط السكر على الرز، لاجل السكر الرز يفضل مفلفل مش معجن، دي نقطه. والرزايه تشرب سكر تبقى طعمها مسكر وجميل. وكل دي تكات من عندي تيتا، مش ما حدش متهيألي بيعملها. ماشي. هنحط ايه تاني؟ مقدار ربع اللبن كده. كل اللبن معايا اه. حطيت مقدار ربع اللبن، واعمل ايه؟ واقلبه واغليه واطفي عليه. هتطفي عليه ليه يا تيتا؟ عايزه الرزايه تشرب من اللبن دي وتستناش بقى كده تديني سمك طري. هسيبها نص ساعه بعد ما يغلي، واجي ازوده اللبن بقى تاني. يا رب اكون بفيدكم معلومه حلوه وتستفادوا. البنات في بنات كتير ما بيعرفوش يعملوا رز بلبن، تيتا بتعمله لكم باسهل الطرق. والرز بلبن، الرز لما تيجي تسويه ما تقلبيش عشان ما يحصمرش ويجمد. نشوف اللبن بتاعي والرز بتاعي عملوا ايه. شوفوا انا سبتها بالظبط هي نص ساعه. شوفوا بقى الرز، شايفين منظر الرز؟ رز بلبن فاخر من الاخر. شوفوا الجمال ده. وانت عايزه تزوديه حاجه بسيطه وتصبيه من غير ما تحطي له نشا على كده، هيبقى رز بلبن بقى على اصله. ولعنا كده وتعالوا نحط بقيه اللبن. بالصلاه عليك يا نبي، بالصلاه عليك يا نبي. اللبن ده حليب كامل الدسم يا جماعه، لبن بخيره كامل الدسم. عشان كده انا لا بهتم احط قشطه ولا بهتم احط حاجه تاني. شايفين المنظر ده؟ الرز بتاعي زاد وعمل ازاي لما اتنقع شويه في اللبن. يعني كده من المفروض انه ما يحتاجش اكتر من معلقه واحده نشا. معلقه واحده نشا كبيره، وحبه ميه قليلين دوبتهم فيها، وده كيس فانيليا حطيت 2 عشان اقول لكم ان انا ما خدتوش بالكم في الاولاني ما اتحطش. وكده هنعمل ايه؟ الرز بتاعي شوفوا، الله عليك يا سيدي، اللهم صل على النبي. التكات اللي تقدر تعملها في الرز بلبن على فكره تكات مفيده جدا، وبتسهل عليكي وبتوفر عليكي الوقت وبتريحك من التقليب.
والسكر بتاعه مظبوط جدا. شوفوا المنظر، تحس انه دسم عالي بقى بالمنظر ده، ولا محتاج قشطه ولا محتاج اي حاجه اضافيه. والله يا جماعه، والمعلقتين الكريم شانتيه ما باين فيه ان انت مغيره حاجه، يعني ما لهمش لازمه. تعالي بقى نحط معلقه النشا بالفانيليا ونقلب. هنقلب، لازم الرز بلبن يغلي كويس مع النشا، عشان ايه؟ طعم النشا ما يبانش فيه، يبقى مستوي. شوفوا المنظر ده، عملنا رز بلبن في ثواني، واسهل حاجه تعملها في رمضان، واسهل تحليه واحسن تحليه مغذيه سريعه، وفي نفس الوقت حاجه حلوه والكل بيحبها. ويا رب كل سنه وانتم طيبين. شايفين اهو، هطفي عليه بقى ونغرف. لازم يغلي كويس بعد النشا، لازم يتغرف. الاطباق ديت اطباق في طقم الصيني مخصصه للرز بلبن، يعني معروف ان دول للرز بلبن. كانوا بيغرفوا لازم الاطباق الرز بلبن دي في اطباق مفلطحه كده اهو. شوفوا منظر الرز بالصلاه على النبي، ما حطيناش غير معلقه واحده نشا، وهنغرف كميه حلوه قوي. والطبق كان لازم يبقى شكله حلو كده، ما يكترش عن كده، لكن يبقى شكله في الطبق حلو. وده رز بلبن بتاع امهاتنا زمان، حبه رز بجد فاخر من الاخر. وجربوا طريقه تيتا، وكل ما تعملوه في رمضان تدعوا لتيتا بالشفاء العاجل. وان الضغط هتاخد مساحه كبيره، والاطباق ديت بتبقى ملمومه اكتر، وبتاخد قد الطبق ده عادي. اللهم صل على النبي، شويه رز بجد، يعني الريحه والطعم وكل حاجه حلوه فيهم. هخلصوا بقى غرف على كده، وعايزه تزوقيه اي زواق تزوقيه. طبعا احنا لسه ما جبناش حاجات رمضان، لان احنا لسه رمضان ما جاش، بس بنجهز لكم الحاجات اللي تستعملوها اول رمضان. هنا حبه زبيب صغيرين وحبه قرفه بقى. القرفه دي مع الرز بلبن حكايه بجد روعه. جربوا بقى القرفه على الرز بلبن، هتلاقوها طعم وريحه وحاجه حلوه. وحطينا حبه زبيب كده في القناهم، وشويه جوز الهند، وعملنا احلى رز بلبن. وعملنا من كيلو اللبن 10 اطباق ممتازين، والطعم حكايه. وجربوه وقولوا لي رايكم فيه، واتفرجوا على فيديو باتقان، هتعرفوا ان الفيديو حلو قوي بجد، فيديو حلو قوي. يا جماله يا جماله الرز بلبن بتاع تيتا، ما فيش اتنين يختلفوا عليه. وخشوا بقى اتفرجوا عليه.